تنسيق التمريض 2024، مؤشرات تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023-2024 بعد النجاح في الشهادة الإعدادية. وبتقبل من كام؟ تنسيق التمريض 2024 لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن أي مؤشرات رسمية بخصوص التنسيق التمريض العسكري والعادي حتى هذه اللحظة، ولكن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى ما يلي. تمام؟ يعني إيه؟ يعني بيقول لك وزارة التربية والتعليم ما أعلنتش رسميا عن تنسيق التمريض العسكري أو العادي، ولكن هي التوقعات اللي هي ممكن تتم عليها، سواء درجات اعلى بحاجه بسيطه او اقل بحاجه بسيطه او نفس الدرجات بتاعت السنه اللي فاتت. معنى الكلام ده تمام. طيب هنا بقول لك ايه؟ تنسيق المدارس التمريض العسكري والعادي محافظه القاهره من 223. تنسيق التمريض العسكري والعادي محافظه القاهره من 223 درجة، محافظة الإسكندرية 218 درجة، وفي السويس 220 درجة، ومحافظة سوهاج 233 درجة. أما في محافظة بني سويف 240 درجة، الإسماعيلية 245 درجة، الوادي الجديد من 220 درجة، دمياط 250 درجة، الأقصر 232 درجة، قنا 247 درجة، المنوفية 223 درجة، الفيوم 260 درجة. تمام. هنا بقى بيقول لك أماكن مدارس التمريض العسكري متاحة لعام 2023. تمام، الأماكن اللي كانت موجودة في 2023. تمام، لكم قائمة بأماكن بعض المدارس التمريض العسكري المتاحة لعام 2023. هنا بقول لك مدرسة تمريض بمستشفى العام 15 مايو، مدينة 15 مايو اللي هي مدينة 15 مايو مدينة حلوان، يعني تمام جنب حلوان على طول بشارع مايو. تمام. تمريض العسكري بمستشفى دار السلام وتقع في شارع الكورنيش بالقاهرة القديمة. شارع السيوفي مدارس تمريض العسكري مستشفى خليفة المأمون. التجمع الثالث بجوار جامعة الألمانية مستشفى القاهرة الجديدة. مستشفى المنيرة العام 2 شارع نوبير السيدة زينب اللي هي وسط البلد. تمام، دي أماكن التمريض العسكري. تمام، واحنا قلنا الدرجات اللي هي ممكن تتوقع عليها او تتبني عليها درجات السنه دي اللي هي 2023 2024، ولكن دي درجات السنه اللي فاتت. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.